طالما انك انت تقدر من جواك وبافكارك الداخليه تقدر عارف انك تقدر تعمل فلوس وتقدر تعمل وفره كبيره وتخلي نفسك في مكانه كويسه في المجتمع، فده هيديك الحافز انك تشتغل اكتر على نفسك، وهيديك الحافز انك تقدر تعمل ابداع في حياتك، تقدر تخلي نفسك في المستوى الكبير اللي انت عايزه، لانك هتبقى مستمتع في خطواتك وفي حركاتك اللي انت بتعملها طول الوقت. مش هتبقى خايف وقلقان انك انت بتعمل حاجه غلط، او خايف وقلقان ان الفلوس دي هتتسرق منك، او خايف وقلقان ان في حاجه بتطاردك او كده. لا، انت شخص مبدع وبتشتغل على الحاجه باستمتاع، وعارف ان في وقت معين هتقدر انك انت تحصل على نتيجه كبيره قوي تقدر تجيب لك دخل كبير طول الوقت. فده بيفرق عن شخص تاني مستعجل ان هو يعمل ثروه كبيره ومستعجل ان هو يبقى غني، فبالتالي بيبقى بيبص للمنظور من ناحيه الشمال ومن ناحيه طرق مختلفه. فخليك دايما بص للفلوس من طريقه ان انا افيد واستفيد، واقدر ان انا اعمل فلوس كتير واستمتع بحياتي كلها. وده كان كلامي بخصوص كتاب قواعد الثراء، انك انت ازاي تبص للفلوس من مبدأ ان انا اعرف اعمل ابداع في حياتي واعيش حياتي مستمتع.